ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده لقمة خير. دولت كانوا 5 كيلو لحمة. تمام. انا هنا بفضيهم قدامكم وهعرفكم احنا هنستخدم لل5 كيلو لحمة دول قد ايه. هما ال5 كيلو لحمة دول يا جماعة عملوا 20 كيلو 20 وجبة. معلش اعذروني عشان انا تعبانة جدا. الحمد لله. عملوا 20 وجبة، في كل وجبة صباعين كفتة، 3 صوابع كفتة محترمين. تمام. وغدانا النهارده اهوت. انا هنا قلق فضيت الكفته، اللحمه اهوت. تمام. ودولت كانوا ربطتين بقدونس. تمام. وادي دولت 4 بصلات كبار. انا ما بحبش احط في الكفته بصل كتير، البصل ده انا مصفيه ميته. تمام. اهو ده ميه البصل زي ما انتم ما شايفين اللي انا جبتها الناحيه دي. هنا انا جيت هنا عند الكاميرا اهوت عشان افرجكم. دوت قرفه وجنزبيل معلقه ومعلقه. دوت ملح على كل كيلو معلقه جماعه صغيره. وهنا هو دولت 5 معالق صغيرين فلفل اسود. ودولت بواكي اللي هي بتبقى تتبيله الكفته. البهار بتاعت الكفته دي بتبقى يا جماعه في حته تانية. وهنا لكل كيلو انا بحب احط ربع معلقه بيكنج باودر. واقعدي بقى يعني ايه اعجني فيها لغايه لما ما يبقى لهاش ملامح بمعنى الكلمه. انك تسمغيها بقى، سمغيها كويس. هي الكفته حلاوتها ان هي تتسمغ كويس. عايزه تعمليها في الكبه اعمليها. هي المفروض كانت اتعملت في الكبه بس انا ايه مكنتش قادره اعمل، يعني ما قدرتش ان انا اطلع الكبه. المهم لو وصلتوا لحد هنا ادعولي وادعوا لجوزي ربنا يفك كربه ويرجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله. وانا عشمانه في ربنا خير باذن الله انه هيرجع. اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا الكفته ما بقالهاش باين لها اي ملامح خالصه. الله اكبر ما شاء الله. بصوا لازم تفضلوا تعملوا كده وتقلبوا بقى الايه التوابل. وللامانه انا زودت معلقه ملح كمان. تمام. ما ابقوا زودوها برضو لو انتوا هتعملوا نفس الكميه اللي انا عاملاها. للعلم هي تعمل اكتر من الكميه دي، بس انا ايه عملت الصوابع تخينه شويه يبقى الصباع محترم وكبير. وغير كده ان انا خليت صوابع لينا احنا كغدا. تمام. هي تعمل اكتر من الوجبات اللي انا عملتها دي. اهو تمام. انا هنا بصبع وبوريكم بصبع. انا كنت بصبع على شيمول سبق ان انا اللي انا كنت بصبع عليه الاول اللي هو المسن بتاع السكاكين بنتي ضيعته ومناش لاقيه. وهنا كنت بفرجكم على الايه الحاجه. خلصت اهو. تعملوا صاجين واعملوا صينيه صغيره. وهنا كنت بقى بعمل هنا الرز. ادي معلقه سمنه محترمه كبيره وهنزل بالبهارات بتاعه الرز. كل ما هتستنضفي نوع بهارات كل ما الرز هيطلع معاكي حلو. تمام. انا هنا عملت الله اكبر حلتين، بس طبعا انا مش هبينهم. انا عملتش ما بانش قدامكم هنا غير حله. اهو بشمم بس البهارات دي لايه السمنه كده. زي ما انتم شايفين السخونيه دي بتطلع بقى ريحه البهار دي، بتخلي ريحه الاكل في حته تانية خالص. وهنا بقى كنت انا بعمل بقى معاكم الكميه ايه. يعني انا كنت عداهم اصلا بس ايه عملتهم تاني بالمج اسهل لي عشان هما كانوا كميه كبيره ما كنتش هقدر اقلبهم مره واحده. وهنا بقى انا حطيتهم وظبطت المعيار بتاعهم. كل كوبايه طالما انا الاول كنت نقعاه صحيح عشان انا نسيت اقول لكم انا هنا كنت نقع الرز ده ال4 كيلو كنت نقعهم في ميه دافيه. تمام يا جماعه. الميه الدافيه دي هتخليكي تحطي معيار الرز على قد كل كوبايه بالظبط. لو ما انتيش نقعاه يبقى كل كوبايه بتاخد ايه كوبايه. بس هنا انا كنت بشوف المعيار على الحله هيبقى حلو ولا لا، وزودت لغايه لما ايه مليتها. بامانه يا جماعه خطير. انا برضو نسيت اقول لكم ان انا زودت زبيب بس زودته في الاخر خالص. تمام. بعد ما قرب يستوي كده رحت حاطه على الوش شويه زبيب بيخلوا الرز في حته جميله خالص يعني. تمام. صلوا على سيدنا محمد صلاة نحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح لنا بها ابواب الفرج. ان شاء الله ربنا هيفكها علينا وعلى الكل. واللي بيبقى عشمان في ربنا ربنا عمره ما بيغزله. وطبعا احنا كلنا عشمنا في ربنا بس ملناش عشم في اي بني ادم تاني. ان شاء الله ربنا يفكها علينا وعليكم. واي حد دايما بتتقال ايه اللقم تزيح النقم. تمام. مش شرط تعملي كمية. ممكن من الاكل اللي انت عاملاه بتاع النهاردة تاخدي ايه طبق رز حتة لحمة شوية خضار طلعيها بنية ان ربنا يفكها عليكم. سبحان الله تلاقي الفرج كده جالك من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسبي. سبحان الله يعني. هو ربنا برضو كريم. ربنا كريم يا جماعة. ربنا ما فيش حد بيتعشم فيه وبيغزله. ربنا ما فيش حد بيتعشم بيه وايه وبيغزله بس. هنا انا كنت بعاير المعيار بتاع الرز. على فكره انت لو عايزه تعملي رز ميته سخنه عشان تنجزي يبقى احسن وافضل. انا عادي عملته ميه فتره لان الميه اصلا نازله عندي من الحنفيه سخنه جدا. تمام.
اهو زي ما هو باين قدامكم انا عايرت المعيار، يدوبك بغطي الرز بس وخلاص. تمام. الله اكبر بقى. بصوا الفلفله كل رز مخصمه اختها. وهنا بقى كنت بنعبي العلبه اهو زي ما انتم ما شايفين. وحطيت بقى في كل علبه ايه شويه رز محترمين، وثلاث قطع ايه كفته. ومع حكايه لازم تجربوها، ابتدوا مع نفسكم يا جماعه وجربوا. صدقوني عمركم ما هتخسروا، مفيش حاجه طالعه لله الا وبترجع قصادها اضعاف مضاعفه.